طيب بص، عشان انت مش على درايه باللي بيحصل الشهر ده، الاسعار هتزيد، كل حاجه هتزيد، ما فيش حاجه مش هتزيد. فانت لو ناوي تشتري موبايل او اي حاجه تانية انجز واشتريها، ده لو ناوي. مش ناوي خلاص. بس لو انت ناوي تشتري موبايل تعالى لي الفيديو ده، علشان عايز اقول لك ان السكريبت بتاع الفيديو ده اتغير بحوالي 4 أو 5 مرات. ليه بقى؟ عشان انا كل ما بكتب سكريبت في يوم، تاني يوم الاسعار بتتغير، فانا بغير السكريبت، بعد كده تالت يوم الاسعار برضه تتغير تاني، فانا بكتب السكريبت تاني. الموضوع بشع بصراحه. المهم، طالما بتتفرج على الفيديو ده لازم تخبط لايك للفيديو، عشان بقى مجمع لك خلاصه الخلاصه. معايا ليك النهارده 11 موبايل من 3000 جنيه ل 10000 جنيه، 10 ونص، عشان نبقى ايه، ما نقفلاش على نفسنا. لو ناوي تشتري موبايل دلوقتي، دول اللي تفكر فيهم، ما تفكرش في حاجه ثانيه. دي احسن حاجه من وجهه نظري موجوده في السوق دلوقتي. طبعا انت ليك مطلق الحريه ومطلق الاختيار انت تروح تشتري ايه. دوري ان انا اطلع اشاور لك على الحاجات الحلوه، تشتري ايه دي بتاعتك. كل روابط الموبايلات اللي انا هتكلم عليها النهارده في الفيديو هتلاقيها بالترتيب تحت الفيديو في الوصف، زي ما اتكلمت عليها في الفيديو، عشان سهل عليك لو انت عايز تشتري على طول. كمان هتلاقي في الوصف اكواد خصم، لو استخدمتها هتاخد خصم اضافي على الموبايل، وكمان شحن مجاني لغايه باب بيتك، وبالاضافه هتدعمني جدا. فما تنساش تستخدم الاكواد. كوبايه شاك وتعالى ويلا نتوكل على الله. المهم، من 3000 ل 4000 اشتري ايه؟ هم موبايلين، ده من وجهه نظري. اول موبايل بالنسبه لي هو الريلمي سي 30. موبايل ممتاز بصراحه، في شاشه بحجم 6.5 انش اتش دي بلس، وفي الفئه دي انسى فول اتش دي بلس، انساها خالص، وانسى الريفريش ريت العالي، هو اخرك 60 واتش دي بلس. في معالج ابن ناس مش وحش، فئه اقتصاديه بس شغلك العاب خفيفه وتطبيقات بشكل كويس جدا. هو اليوني سوك تي 612 مع ذاكره داخليه 32 جيجا و2 جيجا رام، وده مقبول جدا في الفئه دي. خاصه الموبايل ده بيبتدي سعره من 3350 جنيه، من يومين كان 3000، في اليومين دول زاد 350 جنيه، ما تسالش ليه. مع بطاريه 5000 ملي امبير، مفيش شحن سريع، هو شحن بطيء، بس البطاريه هتسد معاك يوم وزياده وهتفيد كمان. كاميرات ما تدورش كتير، هي كاميرا خلفيه 8 ميجا بكسل وسيلفي 5 ميجا بكسل، هي طلع لك صور مقبوله للاستخدام. ما تدورش بقى على احسن كاميرات واحسن ما اعرفش ايه، ومفيش نويز وتصور بقى بورتريه والجو ده، صعب يا صاحبي، استنى شويه في الفئه اللي جايه. الموبايل الثاني واللي هو بالنسبه لي اختيار احسن، اللي هتطلع في الفلوس شويه، يعني هنطلع كده ل 3777 جنيه. تاني موبايل في الفئه دي ومفيش غيره هو انفينكس سمارت 6 بلس. ليه بقى ارشحه؟ ده اول موبايل هتلاقيه بشاشه بريفريش عالي شويه 90 هرتز، والشاشه حجمها كبير 6.8 انش، وبتيجي ب اتش دي بلس. مش هنقدر نعلى برضه في الريزوليوشن، خدت ريفريش عالي مش هنعلى بالريزوليوشن للاسف، مش هنعرف نعمل الاثنين يا صاحبي في الفئه دي. في معالج شغال مش وحش، هيليو جي 25، صحيح ده بدايه العيله الجي اللي هو ده اقل حاجه فيهم، بس معالج شغال مش وحش، هيقضي معاك الغرض. خاصه الموبايل مساحته الداخليه 64 جيجا و3 جيجا رام، اخدنا ضعف المساحه عن الموبايل الاولاني، وكمان زودنا 1 جيجا رام، وبالاضافه خدنا ريفريش ريت اعلى، وكمان هتلاقي فيه بصمه ظهر الموبايل، وكمان عندك بطاريه 5000 ملي امبير، بس برضو مفيش شحن سريع. نفس الكاميرات بالظبط في الموبايل اللي قبله، 8 ميجا بكسل كاميرا خلفيه و5 ميجا بكسل سيلفي، فبرضو مش هنطلب منها كتير، يا دوبك هتطلع لك صور مقبوله. بس الكلام اللي جاي مهم جدا. من بدايه النهارده لغايه 21 مارس بيبدا وفر اكس ماذرز داي فيستيفال، واللي مش عارف موقع وفر اكس، موقع وفر اكس هو موقع بيدي لك كاش باك، بيرجع لك جزء من الفلوس اللي انت بتدفعها وانت بتشتري من اي موقع. بس الفكره ان انت تدخل على الموقع اللي انت عايز تشتري منه من خلال وفر اكس، ولو سجلت من اللينك اللي تحت الفيديو في الديسكربشن بتاخد اول حاجه كده 2.5 دولار استفتاح، وتقدر تسحب من بدايه 5 دولار بعد ما تبتدي تعمل عمليه شراء ويرجع لك كاش باك. بس الكلام اللي جاي اهم، ده شهر ست الحبايب، ست الكل. من النهارده يوم 10 لغايه يوم 21 خصومات على اكبر مواقع واكبر براندات في مصر، وكمان هيكون في دبل كاش باك على مواقع معينه، والخصومات دي هتلاقيها على مواقع كتير زي امازون، جوميا وبيتك، واللي بتوصل لغايه 70%. ده غير الكاش باك هيوصل في ايام معينه ل 20%، يعني 4 اضعاف الكاش باك. فلازم تكون متابع بصفحه وفر اكس على فيسبوك، وكمان الموقع او الابلكيشن، وهتلاقي الايام دي معروضه وظاهره لك. عندك مثلا موقع زي انارات، وده موقع خاص بالديكور المنزلي، يعني اضاءه، اباجورات، نجف واللازم منه. الكاش باك عليه دلوقتي 5%، ومن يوم 10 لغايه يوم 21 هيبقى 10%. عندك موقع تاني زي زينه، الكاش باك عليه لغايه يوم 21 هيبقى 20%. لو بتفكر تجيب حاجه ست يا حبايب ليها علاقه بالميك اب، بمنتجات الشعر، منتجات البشره، ده هيبقى اختيار مناسب جدا. نيجي بقى للفروع والستورز الاوفلاين، اماكن كتير هيكون فيها كاش باك الضعف، زي مثلا بركه وسي اند كو. الكاش باك من النهارده لغايه يوم 21 هيبقى 10% بدل 5%. وبرده محل تاني زي فورتيون، وده خاص بقى بالاكسسوارات والساعات والحوارات دي، هيكون عليه ضعف الكاش باك من النهارده لغايه يوم 21 برضه. فانت لازم تستخدم الموقع ده وانت بتشتري او بتعمل اي حاجه. سجل من اللينك تحت الفيديو في الديسكربشن وخد 2.5 دولار. الفئه اللي بعدها من 4000 ل 5000 جنيه، عندنا برضه موبايلين مفيش غيرهم. اول موبايل نبتدي بيه هو الريلمي نارزو 50 او النارزو 50 اي، مش ال 50 اي، 50 اي، وسعر الموبايل ده بيبتدي من 4599 جنيه، 4600 جنيه. المميز في الموبايل ده اول موبايل هيبتدي ب 64 جيجا و4 جيجا رام. تاني حاجه معالج اقوى من الموبايلين اللي قبله، وهو الهيليو جي 85، ومن هنا نقدر نلعب بقى براحتنا شويه، مع شاشه بحجم 6.5 انش اتش دي
بلس، لسه ما طلعناش للفول اتش دي، ولكن هي ب 60 هرتز مش 90 هرتز، لكن في افضليه شويه في باقي الحاجات، زي مثلا انت عندك بطاريه 5000 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع ال 18 واط، وموبايل بيجي بمدخل شحن تايب سي. الموبايلات دي جايه اصلا من فئه 2000 و 3000 جنيه. لغايه دلوقتي انا بحاول ادرك هي بتعمل ايه هنا، ده لسه الضحك جاي ورا في الفئات اللي جايه. وكمان الموبايل ده بيجي فيه كاميرات احسن شويه، في كذا كاميرا، يعني عندك الكاميرا الخلفيه 50 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل عشان العزل و2 ميجا بكسل عشان الماكرو، والكاميرا السيلفي اقوى شويه 8 ميجا بكسل، فتبتدي بقى تاخد نتائج صور احلى واحلى. بالاضافه لو انت عايز تاخد مساحه اكبر من الموبايل ده، في منه نسخه ثانيه 128 جيجا و4 جيجا رام، والنسخه دي ب 4800 جنيه، يعني هتزود حوالي 200 جنيه علشان تاخد ضعف المساحه، واللي ممكن اصلا تزودها بكارت ميموري لو انت اشتريت النسخه الارخص. يعني انا كنت اتمنى ان هي تبقى 64 جيجا مثلا و6 جيجا رام، يعني يزودوا الرام ما يزودوش المساحه، عشان المساحه ممكن اتصرف بيها بحاجه ثانيه. طيب ايه الموبايل الثاني في الفئه دي؟ وهو الريدمي 10 سي، اللي فيه المعالج اللي مقتحم الفئه دي والفئه اللي بعدها والفئه اللي بعدها، وهو المعالج سناب دراجون 680. قعدنا نضحك ونتريق عليه السنه اللي فاتت، ودلوقتي بقينا بنشوفه في كل الموبايلات. المهم الموبايل ده بيجي بشاشه كبيره 6.7 انش اتش دي بلس ب 60 هرتز مش 90 هرتز، معالج زي ما قلت لك سناب دراجون 680. المعالج ده هيقضي معاك الغرض وزياده في استخدامك اليومي للموبايل، ولو هتلعب هيدي لك العاب كويسه وتجربه العاب من غير تقطيع او تهنيج، ولكن مش باعلى فريمات ومش باعلى جرافيكس. في منه مساحتين، مساحه 64 جيجا و4 جيجا رام، ودي سعرها بيبتدي من 4750 جنيه، والمساحه الاكبر شويه 128 مع 4 جيجا رام، واللي ما انصحكش تجيبها، وهي سعرها نط من 490 جنيه ل 5350 جنيه في 3 ايام برضه، خبط كده 450 جنيه من حيث لا تعالى. لو اضطريت تجيبه هات النسخه ال 64 جيجا و4 جيجا رام. برضه الموبايل ده بيجي بكاميرات كويسه مش وحشه، 50 ميجا بكسل كاميرا اساسيه و2 ميجا بكسل عشان عزل، وكاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل هتمشي حالك بيها، وعندك بطاريه كبيره 5000 ملي امبير وشحن سريع 18 واط، وبرضه عندك فينجر برينت هتلاقيه موجود في ظهر الموبايل. وهتلاقي برضه حاجه كمان مميزه في الموبايل ده اللي هي مش هتلاقيها في اغلب موبايلات شاومي الفتره اللي فاتت، وهي البروكسيميتي سنسور الفعلي الهاردوير مش السوفت وير. طبعا لغايه دلوقتي احنا لسه مش هنلاقي موبايلات فيها ان اف سي، الان اف سي هتلاقيه في اخر الفئه، اتقل بس. ماشي، ندخل على الفئه اللي بعدها، ودي فئه كوميديه جدا، فئه ال 5000 لل 7000 جنيه، اللي فيها موبايلات كانت ب 3000 جنيه. اول موبايل هتلاقيه اهو هيبتدي في السلسله دي، وده من اكتر الموبايلات اللي انا برشحها، وهو الريلمي 9 اي، واللي للاسف سعره برضو من كام يوم اللي فاتت زاد حوالي 500 جنيه او 600 جنيه. هتلاقي منه نسختين 128 جيجا و4 و128 جيجا و6 جيجا رام، ودي اللي ارشح لك انك تجيبها. النسخه الكبيره سعرها حاليا 6350 جنيه بعد ما كان 5950، يعني زاد 400 جنيه. والنسخه الاصغر ده لو لقيتها هتلاقيها ب 5700 جنيه، اللي هي 128 جيجا و4 جيجا رام. ايه مميزات الموبايل ده؟ تعال اقول لك. اول حاجه شاشه كبيره 6.6 انش، هنبتدي نشوف بقى ريفريش ريت عالي مع ريزوليوشن عالي، فول اتش دي بلس و90 هرتز. في نفس المعالج اللي في الموبايل اللي قبله الريدمي 10 سي اللي هو سناب دراجون 680، زي ما قلت لك المعالج ده هتلاقيه منتشر في كل الفئات، مع بطاريه 5000 ملي امبير وشحن 33 واط، وده اول موبايل نبتدي ناخد منه شحن سريع ومحترم شويه. هتلاقي عندك كاميرات كويسه في الظهر 50 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل عشان عزل و2 ميجا بكسل عشان ماكرو، والكاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل، فهيطلع لك صور حلوه جدا، ومعالجه سوفت وير ريلمي للصور بتبقى كويسه. عندك فينجر برينت هتلاقيه في زرار الباور فموجود ما تقلقش. بالاضافه عندك كمان ستيريو سبيكر، تاني موبايل هتخبط فيه في الفئه دي وهو ريدمي نوت 11. وهذا الموبايل في خلال 3 ايام او 4 ايام زاد بالظبط حوالي 600 جنيه. النسخه ال 128 جيجا و6 جيجا رام زادت من 6350 ل 6950 جنيه، والنسخه ال 128 جيجا و4 جيجا رام حاليا سعرها 6550 جنيه. طب انا ليه حاطط الموبايل ده معايا في الترشيحات وهو جايب سبيكس قريبه جدا من الريلمي 9 اي؟ يعني جايب نفس معالج سناب دراجون 680، نفس البطاريه 5000 ملي امبير وشاحن سريع 33 واط، ولكن اللي بيفرق فيه حجم الشاشه والدقه بتاعتها والنوع بتاعها. حجم الشاشه هنا اصغر 6.4 انش فول اتش دي بلس اموليد، على عكس الريلمي 9 اي الشاشه هناك اي بي اس مش اموليد، والاضافه ان الشاشه هنا بتدعم من 90 هرتز، فانا لازم احط الموبايل ده لمحبين الشاشات الاموليد. في ناس بتعشق الشاشات الاموليد، مع ان انا مثلا واحد من الناس ما ملش ليها بصراحه، يعني الموبايل لو وقع منك واتكسر هي بتبقى تقريبا بثلاث ارباع ثمن الموبايل، فلو انت ما بتبقاش جاي موبايل مثلا ب 5000 جنيه تصليح الشاشه بتاعته 3000 جنيه، يعني الموضوع مش نسبه وتناسب خالص. بس في ناس بتحب الشاشات دي بسبب الوانها والكونترست بتاعها والساتوريشن بتاعها والسطوع بتاعها العالي. طبعا الموبايل برده فيه فينجر برينت هتلاقيه مع زرار الباور، وهتلاقي كمان فيه ستيريو سبيكر، وكمان هتلاقي شويه كاميرات حلوه. عندك 4 كاميرات بقى في الظهر 50 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل كاميرا بزاويه واسعه، و2 ميجا بكسل عشان ماكرو، و2 ميجا بكسل علشان العزل، وكمان السيلفي 13 ميجا بكسل. هتاخد نتائج صور مقبوله جدا من الموبايل ده. طب بيتر ماليش معاك كده حته سامسونج، يعني حته كده تكون تايهه كده في وسط الفئه دي؟ موجود يا صاحبي، موجود في حته سامسونج تستاهل جيبك.
ايه المميز بقى في الموبايل ده؟ اولا اللي هو براند سامسونج، عشان في ناس عندها لسه لغايه دلوقتي عقده سامسونج، او مش عقده الخواجه، لا دي عقده سامسونج اللي انا لازم امسك موبايل سامسونج. الموبايل ده سعره كام؟ 6777 جنيه، وده للنسخه ال 128 جيجا و6 جيجا رام. بصراحه النسخه دي سعرها كويس جدا ومفيش نسخ تاني منه. حجم الشاشه 6.6 انش فول اتش دي بلس، وكمان بريفريش ريت 90 هرتز، في نفس المعالج اللي في الفئه دي وهو سناب دراجون 680، مفيش غيره، ورانا. وعندك شويه كاميرات حلوه، 50 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل كاميرا وايد، و2 ميجا بكسل عشان عزل، وكمان الكاميرا الاساسيه فيه او اي اس مثبت بصري عشان تصور فيديو كده ما يكونش مهزوز. كمان الكاميرا السيلفي 8 ميجا بكسل، وكمان سوفت وير سامسونج اصلا يمكن من احسن السوفت ويرات اللي ممكن بتعدل على الصور وبيطلع لك صور حلوه جدا. هتلاقي كمان عندك فينجر برينت موجوده في زرار باور، بطاريه 5000 ملي امبير، شحن سريع 25 واط بس هو اقل شويه من اللي قبله، وعندك مونو سبيكر مش استيريو بس ما زال صوتها كويس وعالي، يعني مش دي الازمه يعني اللي ممكن ما تخليكش تشتري موبايل، في حاجات ثانيه ممكن ما تخليكش تشتري موبايل. ودي كانت فئه ال 6000 لل 7000. انت بتقول لي الله يا بيتر فين فئه ال 5000 ل 6000؟ بح مفيش، كان على عيني والله، كان في مباراه في فئه ال 5000 هوب نطت في فئه ال 6000، ففي مباراه في ال 6000 احسن منهم، فاللي هو هنرشحهم ليه؟ اركنوا على جنب. نيجي بقى لاكتر فئه كوميديه، فعلا كوميديه. الفئه دي لو واحد بيختار موبايل فيها هيبقى صباح الضحك وصباح الحيره برضه، هيبقى مش عارف يشتري ايه عشان مفيش حاجه يشتريها، مش عشان مفيش موبايلات بس عشان مفيش موبايلات تستاهل السعر اللي انا هدفعه فيها. فئه ال 7000 ل 10000 هتلاقي فيها معالجات هيليو جي 85 و95 وحاجات كده غريبه، ونادرا لما هتلاقي فيها موبايل بمعالج كويس بس هيكون قديم. طيب يا سيدي شكرا كفايه، فربنا يتولانا. المهم تعال نبتدي باول موبايل وهو الريدمي نوت 11 اس، ده اعلى شويه من اللي قبله عشان ما تتلخبطش، ركز معايا. وتعال اقول لك حاجه بسيطه جدا عن الموبايل ده. الموبايل ده من 3 ايام بالظبط النسخه ال 128 و6 كانت ب 7800 جنيه، دلوقتي سعرها كام؟ 8600 جنيه، يعني زادت 800 جنيه في 3 ايام. طب النسخه 128 جيجا و8 جيجا رام كانت ب 8000 بقت ب 9000. وفي اختيار تاني متاح ممكن تجيبه، صحيح قبله بكام سنه بس بنفس السبيكس، وهو الريلمي 8. الموبايل ده نزل من كام سنه بس ستيل متاح ان انت ممكن تشتريه، والموبايل ده سعره 7500 جنيه، يعني فرق 1500 جنيه في النسخه ال 128 جيجا و8 جيجا رام، عشان برضه الريلمي 8 بيجي بنفس المساحه دي، فانت ال 1500 جنيه دول انت اولى بيهم، تجيب بيهم حاجه ثانيه تستخدمهم في حاجه تفيدك. فانا بالنسبه لي انا هرشح الاول الريلمي 8 كاول ترشيح. مش عاجبك وعايز تسعر العصر واخر حاجه نزلت ممكن تروح للريدمي نوت 11 اس. فتعالى اكلمك الاول على الريلمي 8. زي ما قلت لك سعره 7500 جنيه، مساحه داخليه 128 جيجا و8 جيجا رام، معالج هيليو جي 95، بيجي بحجم شاشه 6.4 انش فول اتش دي بلس سوبر اموليد ولكن 60 هرتز، فده لمحبين الشاشات الاموليد هيبقى مستمتعين جدا مع الشاشه دي. كاميرات خلفيه محترمه جدا، الكاميرا الاساسيه 64 ميجا، وكاميرا بزاويه واسعه 8 ميجا بكسل، و2 ميجا بكسل عشان العزل، و2 ميجا بكسل عشان الماكرو، وكمان عندك كاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل هتطلع لك صور محترمه جدا. الموبايل ده بيطلع صور حلوه جدا، بالاضافه انه بيدعم تصوير الفيديو ال 4K. ريدمي نوت 11 اس ما بيدعمش ال 4K. كمان في بصمه موجوده في الشاشه او تحت الشاشه شغاله كويس جدا وممتازه. عندك بطاريه 5000 ملي امبير بتدعم الشحن السريع ال 30 واط، وفي سماعات مونو مش ستيريو. نروح لعمنا الريدمي نوت 11 اس، بيجي بنفس حجم الشاشه وفول اتش دي بلس برضه، اموليد 90 هرتز، فهو اعلى في التردد بتاع الشاشه شويه. قلنا المعالج هيليو جي 96 مش فارق كتير قوي عن 95. بيجي بكاميرات اعلى شويه 108 ميجا بكسل، ده الكاميرا الاساسيه. الكاميرا بزاويه واسعه 8 ميجا بكسل، وكاميرا الماكرو وكاميرا الدبس اللي هي 2 و2، والكاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل، ولكن مش بيصور 4K، اخره 1080. في ستيريو سبيكر، في بروكسيميتي سنسور سوفت وير اللي هو مش هاردوير، فاحيانا بيهيس شويه. بطاريه 5000 ملي امبير مع 33 واط شحن سريع جوه العلبه. فانا بالنسبه لي ده رايي الشخصي، انا هختار الريلمي 8. عايز تروح للريدمي نوت 11 اس، هو موبايل حلو بس غالي شويتين ثلاثه. وكده احنا اتكلمنا عن فئه ال 7000 وال 8000. طب فئه ال 9000 لل 10000 جنيه، تعالى نضحك شويه. بص اول موبايل هيقابلك في فئه ال 10000 جنيه 10400 جنيه، وهو الاوبو رينو 7 5G، بيجي من معالج دايمنسيتي 900 5G، مساحه داخليه كبيره 256 جيجا مع 8 جيجا رام، بيجي بشاشه محترمه جدا فول اتش دي بلس اموليد 90 هرتز، نفس الكاميرات تقريبا اللي موجوده في الريلمي 8، 64 ميجا كاميرا اساسيه، 8 ميجا كاميرا بزاويه واسعه، وعندك سيلفي بقى اعلى 32 ميجا بكسل، طبعا تقدر تصور عليه فيديوهات 4K براحتك خالص. عندك كمان بصمه تحت الشاشه، عندك بطاريه 4500 ملي امبير مع دعم شحن سريع 65 واط. في موبايل تاني ممكن ابص عليه في الفئه دي، في موبايل تاني بس هتضطر تدفع 400 جنيه زياده علشان تاخد اول موبايل بيدعم NFC. لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه عشان اخد تقنيه المفروض تبقى منتشره في كل الموبايلات دلوقتي، هنبتدي نستخدمها في الدفع اللاتلاموسي وكل حياتنا بعد كده. عشان تاخد التقنيه دي هتدفع 10800 جنيه، وهذه التقنيه موجوده في الموبايل سامسونج A33 5G، واللي جاي بمعالج محترم جدا اللي هو الاكسينوس 1280، معالج محترم جدا، ولكن للاسف مع مساحه اقل شويه 128 جيجا مع 8 جيجا رام، وكاميرات محترمه 48 ميجا بكسل كاميرا اساسيه، 8 ميجا بكسل عشان التصوير الواسع، و5 ميجا بكسل
بكسل عشان الماكرو، و2 ميجا بكسل عشان الدبس، و13 ميجا بكسل سيلفي. والتصوير هنا على الموبايل هيبقى في حته ثانيه بصراحه، التصوير هيبقى ممتاز جدا على الموبايل ده. البطاريه 5000 ملي امبير، موبايل بيدعم الشحن السريع ال 25 واط، ولكن للاسف مش موجود جوه العلبه. انت مش خدت ان اف سي، انا هاخد منك الشاحن بقى، انت عايز تاخد كل حاجه. للاسف الموبايل ده بينزل من غير شاحن، وسعره ايوه 10800 جنيه، ولسه هتشتري الشاحن فتلاقي نفسك دافع 11000 جنيه. طبعا هتلاقي تصوير 4K، هتلاقي ستيريو سبيكر، ولكن مش هتلاقي مدخل 3.5 مللي. كل الموبايلات اللي اتكلمت عليها النهارده كان فيها مدخل 3.5 مللي، الا هذا العاق مفيش مدخل 3.5 مللي. قال يعني انت كده خدت مني الميه والهواء. بس يا صاحبي ده كان اخر موبايل معايا النهارده في الفيديو، اتمنى ما اكونش نكدت عليك بالاسعار، اتمنى يعني. انا بحاول اساعدك والله ان انت تشتري، مش عايز انكد عليك، بس للاسف هو ده الواقع المرير اللي احنا فيه. المهم زي ما قلت لك كل الموبايلات هتلاقي اللينكات بتاعتها تحت الفيديو في الديسكربشن، هتلاقي برده شويه اكواد استخدمهم، هتاخد شحن مجاني وتاخد خصم اضافي وهتدعمني جدا. ولو انت شايف موبايلات ثانيه في الفئه دي انا ممكن اكون ما خدتش بالي منها، يا سلام لو ترشحها وتكتبها، وعشان الناس بتقرا الكومنتات برده تبص عليها وكلنا نستفيد مع بعض. بس يا صاحبي لو فيديو عجبك ما تنساش تخبط اللايك، عايزين نوصل الفيديو ده 10000 20000 لايك، ظبطني دلعني. بس يا معلم اشوفك على خير الفيديو اللي جاي، سلام.